تعالي أما أقول لِك على أحلى وألذ وأجمل طريقة لعمل البتنجان الرومي، وإزاي تعمليه ويطلع معاكِ لذيذ جدًا وطعم يبهر أي حد. ده ومش كده وبس، ده إحنا هنعمله بطريقة صحية جدًا وجميلة وهتعجبكم إن شاء الله لمّا تجربوها. هنجيب البتنجان الرومي هنغسله كويس وهنشويه على عين البوتاجاز أو ممكن تشويه في الفرن، وبعد ما يتشوي معاكِ ويكون استوى بالشكل ده كده، هنسيبه بقى لغاية لمّا يبرد معانا تمامًا، وبعد ما يبرد هناخده بقى وهنقشره وهنشيل القشرة الخارجية السودا اللي بتكون عليه من فوق دي، وهيبقى معاكم بالجمال والحلاوة دي كلها. ده بقى شكل البتنجان بتاعنا بعد ما قشرته، وبكده بقى جاهز معايا. يلا بينا نعمل له بقى خلطة جميلة تبهر أي حد. هنجيب طاسة على النار وهننزل فيها بشوية من الزيت، وهننزل بنص معلقة من التوم المفروم، وقرنين فلفل حراق. طبعا الفلفل الحراق ده حسب الرغبة، لو ما بتفضلوش الحراق هتضيفوا فلفل رومي وهتشوحوه كده كويس لغاية لما نشم ريحة التوم، والتوم كده يبدأ يصفر معانا. وهننزل عليه بثلاث حبات من الطماطم مقطعينهم إلى مكعبات، وهنقلبهم كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هنغطي على الطاسة بتاعتنا وهنسيب الطماطم لغاية لما تستوي معانا وتبدأ تتسبك وتبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وبكده الخلطة الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، هنقلبها كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هنضيف عليها الملح. يعني الملح حسب الرغبة زي ما انتوا بتحبوا، على حسب كمية البتنجان اللي انتوا حاطينها. وهنضيف نص معلقة من الكمون وهنقلبها كده تقليبة بسيطة، وهننزل بالبتنجان المشوي بتاعنا الجميل وهنقلبه بقى. طبعا ممكن تهرسوه بإيد الهون أو بالهراسة بتاعة البطاطس أو بأي حاجة أو بشوكة، أهم حاجة تهرسوه لغاية لما ينعم معاكم تماما بالشكل ده. زي ما انتم شايفين أصلًا البتنجان مستوي، بس إحنا بنقلّبه كده علشان يندمج مع الخلطة الجميلة اللي إحنا عاملينها، وطعمه كده ياخد منها ويبقى طعمه جميل معانا. طبعًا بعد ما هرسناه كده وبقى ناعم معانا، هنغطي عليه لمدة دقيقتين بس لغاية لمّا يتشرب كده من الخلطة الجميلة دي، وبعد كده هنقلّبه تقليبة وبكده بقى جاهز معانا. وبكده هتاكلوا أحلى بتنجان. لو عجبتكم الطريقة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين أجرّب معاكم أي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله أجرّبها معاكم. واستنونا مع فيديوهات أحلى وأحلى مع بيت الخير وبألف هنا ليكم. وشكرًا جدًا على المتابعة، وشكرًا لكل شخص اشترك لي في القناة، وشكرًا ليكم بجد من كل قلبي.